السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. حاليا أنا موجود في الشارع الفاصل بين منطقة الفيلات ومنطقة العمارات في الحي المتميز في مدينة بدر. قدام مننا على طول طريق السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، على أيدينا اليمين منطقة العمارات وعلى أيدينا الشمال منطقة الفيلات. ناس كتيرة كانت كلمتني إن هي عايزة تاخد جولة في الحي كله وجميع المناطق، بس طبعا ده هيكون صعب علينا. لو هنعمل كده هيكون فيديو طويل جدا، فهنحاول ان احنا ناخد اكتر من جولة في الحي باذن الله تعالى. هناخد دلوقتي جولتنا من الشارع الفاصل للمنطقة السبعة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي لحد ما نروح لحد طريق الروبيكي، هنوصل لحد منطقة هايبر 1 والمدينة الطبية، يعني لحد المنطقة الأولى بإذن الله تعالى، تقاطع طريق السويس مع طريق الروبيكي من الاتجاه الشرقي. قدام حضراتكم على ايدينا الشمال دي منطقة الفيلات، وعلى ايدينا اليمين منطقة العمارات المنطقة السبعة. زي ما حضراتكم عارفين واتكلمنا أكتر من مرة إن المنطقة السبعة والستة والخمسة دي من أكتر المناطق اللي فيها نسبة إنشاءات، ويعتبر خلاص ما عادش فيها أراضي فاضية. كل الأراضي اللي موجودة في المكان اتبنت خلاص وبقت عمارات، لان دي الثلاث مناطق دول هم اول ثلاث مناطق اتسلموا اراضي هنا لاصحابهم، فنسبة الانشاءات فيهم بسم الله ما شاء الله كويسة جدا. ناس كتيرة بدأت تنقل وتسكن هنا في المكان، لان الخدمات كلها بقت متاحة في الحي المتميز. المية، الكهرباء، المول التجاري، كل الخدمات موجودة دلوقتي. طبعا لسه في بعض الحاجات احنا بنتكلم فيها وعايزين الجهاز اللي هو ان هم ينزلوا يشتغلوا بقى في الاحياء في الشوارع، الرطش والرصف والحاجات دي. المناطق اللي خلصانه زي الخمسه والسته والسبعه ان هم ينزلوا يشتغلوا فيهم بقى، يعني احنا بندعو الجهاز ان هو ينزل ويتحرك يساعد الناس ان هي تيجي وتسكن في المكان. يعني طبعا اي حد بيجي من بره بيلاقي الشوارع لسه فيها رمل، بيلاقي لسه فيها رطش، بيقول لسه بدري على المكان، لكن المكان بسم الله ما شاء الله بقى كويس جدا. والاسعار هنا بتزيد يوم عن يوم زي ما اتكلمنا قبل كده، وتوقعنا ان المكان اسعاره هتزيد. كنا العمارات هنا كانت الشقق كانت بتتباع هنا ب 400 و 450 الف جنيه من سنه واحده، على فكره مش اكتر من كده. النهارده دلوقتي بيتباع ب 750 الف جنيه و 850 الف جنيه في بعض المناطق، علشان الناس تبقى عارفه. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده كل دي المنطقه السبعه، وبعد كده هنروح على المنطقه السته. دي احنا كده قصاد المنطقه السادسه، عشان بس احنا عدينا الشارع الفاصل بين المنطقه السادسه والمنطقه السابعه. قدام مننا المول التجاري، وقصاد مننا المنطقه الثانيه، ودي منطقه الفيلات علشان الناس تبقى عارفه. قدام منكم على طول كده كومباوند دار مصر، وفي مدرسه بيتم انشائها في نفس المكان ده كده عند الشارة المحمول اللي هناك دي، عند البرج بتاع المحمول ده هناك في مدرسة، وده طبعا بيبقى فيه امن وحراسة كده على الشارع الفاصل بين منطقة الفيلات ومنطقة العمارات. زي ما حضراتكم شايفين المكان بسم الله ما شاء الله بيتطور يوم عن يوم. المكان ده مصورين فيه قبل كده، الناس ممكن ترجع للفيديوهات القديمة هتلاقي المكان شكله اتغير خالص. ده المول التجاري الموجود هنا في المكان بسم الله ما شاء الله، ويعتبر كل المحلات اللي فيه اشتغلت، في كافيهات، في مطاعم، جميع الخدمات بقت موجوده في المكان ده. بقى اللي احنا بنتكلم فيه ان الجهاز يبدا ينزل ويشتغل ويشوف الحل ويشوف حل للحاجات دي. يعني المكان خلاص بقى مهول. احنا عارفين ان الجهاز هيتكلم ان نسبه ان الانشاءات، مهله الانشاءات هتخلص لسه في اخر الشهر، وبعد نسبة مهلة الانشاءات هتخلص هيبداوا ينزلوا يشتغلوا. احنا بنتكلم في المناطق اللي خلصانه زي المنطقه اللي قدامنا دي، المنطقه الخامسه خلاص ما عادش فيها انشاءات، ينزلوا بقى ايه يشتغلوا ويشيلوا الرطش اللي كده ويظبطوا الطرق، علشان الناس اللي عايز يجي يسكن اول ما يجي يلاقي المكان نظيف يسكن. يعني ما يصعبوش الدنيا شويه، لا ينزلوا الجهاز يبدا ينزل يشتغل كده، يظبط الطرق، يظبط الحاجات الخاصه بالطرق والكلام ده واللاندسكيب، بحيث الناس اللي اي حد جاي من بره عايز يشوف المكان يلاقيه نظيف يسكن. احنا على فكره دلوقتي ماشيين في الشارع الفاصل بين المنطقه الخامسه والمنطقه السادسه، دي كده على ايدينا اليمين المنطقه السادسه، وعلى ايدينا الشمال المنطقه الخامسه. اللي على ايدينا الشمال المنطقه الخامسه. من الشوارع، يعني الشوارع الفاصله بين المناطق وبعضها تقريبا بتكون في حدود 20 متر، يعني الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده تقريبا 20 متر. الشوارع الداخليه بتكون داخل كل منطقه تقريبا بتكون في حدود 15 متر. عندنا الشوارع الرئيسيه زي الشارع الرئيسي اللي احنا داخلين عليه ده بقى، ومنطقه الحزام حاليا
ده كده المنطقة الستة، وفي الشارع على طول المنطقة ال14 علشان الناس تبقى عارفة. وده شارع فاصل كبير جدا، ده بيقولوا عليه الحزام الأخضر عشان الناس تبقى عارفة. الحزام الأخضر ده بيكون الشوارع الرئيسية داخل الحي، بتكون مرصوفة من اتجاه كل منطقة، وفي النص في جزيرة كبيرة جدا هتكون مخصصة لللاندسكيب والأعمال التجميل وأعمال الزراعات. ده كده الشارع لو تاخدوا بالكم ممكن يكون في حدود 80 متر أو 76 متر. آخر الشارع ده كده هيكون طريق السويس، ده كده في وشنا المنطقة ال14. ده كده المنطقة ال14، وعلى ايدينا الشمال المنطقة الخامسة علشان الناس تبقى عارفة ومركزة معانا. كده المنطقة الخامسة، بعدها على طول هيبدأ كومباوند الشرطة المنطقة الرابعة، وبعدها المنطقة الثالثة. احنا كده ماشيين في اتجاه طريق الروبيكي، يعني احنا لا هناخد الطريق ده في اتجاه الشرق كده على طول، هنوصل لطريق الروبيكي بإذن الله تعالى، ونروح لحد منطقة هايبر 1 ونشوف الجامعة المدينة الطبية والمستشفى اللي بتتبني هناك. كل دي قدامنا المنطقة ال14، وعلى ايدينا الشمال المنطقة الخامسة، والمنطقة اللي الشارع اللي في النص زي ما حضراتكم شايفين ده شارع رئيسي. الاسعار هنا بقى دلوقتي هتلاقيها عاملة 750 الف كاش، 750 الف كاش، 700 كاش، 700 الف كاش، او 750 الف كاش علشان الناس تبقى عارفة. الشوارع الرئيسية بيكون لها سعر، الشوارع الداخلية بيكون لها سعر تاني. ده كده كومباوند اللي احنا كنا مصورين فيه امبارح. طبعا انا صورت فيه باذن الله، هرفع لكم الفيديو بتاعه قريب خالص. انا صورت داخل الكومباوند هنا، طبعا احنا رايحين جايين عليه، وناس كتيره طلبت مني ان انا اصور الكومباوند ده. كومباوند الشرطه او كومباوند ليك يارد، مساحته 33 فدان. من الحاجات الكويسة جدا اللي هتتعمل في الحي المتميز هنا كومباوند 120 فيلا، 20 عمارة، هيكون حواليهم سور بالكامل، هيتعمل فيهم خدمات مول تجاري، يعني لاندسكيب. كل الخدمات هتكون موجودة في الحي في الكومباوند ده. كده الكومباوند شرطه واخد نص المنطقه الرابعه، والنص الثاني هيكون منطقه عمارات زي ما حضراتكم شايفين كده على ايدينا الشمال. وده كده منطقه الخدمات الكبيره اللي هتعمل في نص الحي، من الطريق اللي احنا موجودين فيه ده لحد طريق السويس. يعني منطقه خدمات مولات تجاريه هتتعمل بين المنطقه ال 13 والمنطقه العشر. ده كده المنطقه 13 على ايدينا اليمين، والمنطقه العشرة على ايدينا الشمال، وفي النص بينهم بالظبط كده هيكون منطقه المولات ومنطقه الخدمات اللي هتتعمل في قلب الحي المتميز. وعلى ايدينا الشمال دلوقتي المنطقه الرابعه. دي كده المنطقه الرابعه علشان الناس ما تتوهش معانا. المنطقه الرابعه على ايدينا الشمال، والمنطقه العشرة كده دلوقتي على ايدينا اليمين. دي كده المنطقه العشرة، وعلى ايدينا الشمال المنطقه الرابعه. المنطقه الرابعه طبعا من اكبر المناطق الموجوده في الحي المتميز. المنطقه الرابعه على ايدينا الشمال، نصها يعتبر منطقه الكومباوند، والنص الثاني هيتعمل منطقه عمارات زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره. ده كده الشارع الفاصل بين المنطقه الثالثه والمنطقه الرابعه. كده المنطقه الثالثه بدات تظهر في الصوره، وده الشارع الفاصل بين المنطقه الثالثه والمنطقه الرابعه. زي ما حضراتكم شايفين ما عادش يعني يعتبر ما عادش في اراضي فاضيه خالص داخل الحي، ما عادش في اراضي فاضيه داخل الحي. كل المناطق بدا ان هي نسبه الانشاءات تكتمل، يعني قليل خالص لما تلاقي ارض فاضيه داخل الحي المتميز. الحي المتميز مخطط بطريقه جميله جدا للمنطقه التاسعه. طبعا الحي عباره عن 15 منطقه، كل منطقه ليها ميزه مختلفه عن الثانيه. عشان الناس اللي بتقول لي بتسالني ايه المناطق المميزه في الحي، اكتر المناطق المميزه جميع المناطق مميزه، جميع المناطق مميزه، كل منطقه ليها ميزه. يعني عندنا ده دلوقتي احنا داخلين على ايدينا الشمال المنطقه الثالثه، وعلى ايدينا اليمين المنطقه الرابعه المنطقه الثانيه. هما الاثنين المنطقتين موجودين على طريق الروبيكي. طريق الروبيكي ده من الطرق الرئيسيه اللي بتدخل على العاصمه الاداريه الجديده، موجودين مباشرة على الطريق الروبيكي. المنطقة الرابعة قدام منها الحديقة المركزية، حديقة كبيرة جدا هتكون موجودة قدام المنطقة الرابعة. المنطقة الخامسة والستة والسبعة دول قصاد الشارع الفاصل بين منطقة العمارات ومنطقة الفيلات، ودي أكتر منطقة ساكنة حاليا. المنطقة الأولى قصاد الهايبر وقصاد المدينة الطبية. ده كده المنطقة الثانية على ايدينا اليمين، والمنطقة الثالثة على ايدينا الشمال، وفي وشنا على طول طريق الروبيكي علشان الناس تبقى عارفة. في وشنا على طول كده طريق الروبيكي. طريق الروبيكي ده من الطرق المهمة اللي جاية من
العاشر من رمضان بيقطع طريق الاسماعيليه الصحراوي وطريق السويس وبيخش على قلب العاصمه الاداريه الجديده، فيعتبر مدخل من المداخل الرئيسيه للعاصمه الاداريه الجديده من على طريق السويس. طبعا في محور الامل وفي طريق الروبيكي، هم الطريقين الوحيدين اللي بيدخلوا العاصمه الاداريه من على طريق السويس. وجنب مننا المطار الخاص بالعاصمه الاداريه، من هنا 5 دقايق بالظبط علشان الناس تبقى فاهمه. في مطار معمول دلوقتي وشغال، يعني لسه هيشتغل بس هو يعتبر خلاص نسبه الانشاءات فيه خلصت. مطار العاصمه الاداريه الجديده موجود بيننا وبينه 5 دقايق بالظبط. ده كده طريق الروبيكي قدام حضراتكم، الطريق قدام حضراتكم ده كده طريق الروبيكي. والمدينه الطبيه في اخر الشارع هنا هي والهايبر. كده المنطقه الثانيه على ايدينا اليمين، المدينه الطبيه 137 فدان. شايفين العلم ده كده بيدخل اخر العلم ده كده منطقه المصانع ومنطقه الاعمال هنا، والمدينه الطبيه بتبدا من هنا كده واحنا رايحين لحد طريق السويس. زي ما حضراتكم شايفين كده العمل هنا في عمل وفي حركه، لان مهله المباني خلاص هتنتهي، فالناس شغاله بصراحه بجد علشان تخلص قبل المهله ما تنتهي. بدأ يظهر أول مبنى في المدينة الطبية من هنا على إيدينا الشمال بعيد خالص. هنحاول إن احنا نتمشى لحد هناك كده. كل دي المنطقة التانية على طريق الروبيكو مباشرة. الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده شارع هيكون شارع حيوي وشارع مهم جدا في الحي المتميز علشان الناس تبقى عارفة، من الشوارع المهمة، لأن طبعا أنت بيعتبر بره المدينة خالص. من هنا بتخش على العاصمه الاداريه مفيش 5 دقايق بالظبط وتلاقي نفسك في قلب العاصمه الاداريه. احنا كده جبنا تحولنا من غرب الحي لشرق الحي. انا موجود دلوقتي شرق الحي المتميز على طريق الروبيكي. كده احنا موجودين شرق الحي المتميز. الطريق الروبيكي اللي هو الطريق الموازي للطريق اللي احنا ماشيين فيه، ده طريق داخلي هنا، طريق خدمات داخل الحي المتميز. يعني الطريق الروبيكي هو الطريق بره مش اللي احنا ماشيين عليه، في طريق بره كده رئيسي العربيات ماشيه عليه دلوقتي. قدام مننا هايبر 1 وقصاد مننا المدينه الطبيه. كل قصاد مننا المدينه الطبيه هتكون اكبر مدينه طبيه في الشرق الاوسط بمساحه 137 فدان. هيكون فيها 19 مبنى عباره عن مستشفيات وفنادق خاصه بالزوار اللي هيجوا او النزلاء اللي هينزلوا في المدينه الطبيه. هيكون في معامل وابحاث ومستشفيات، مكان كبير جدا. وبالتالي ده هينعكس على المكان، اثره هينعكس على المكان اللي احنا موجودين فيه في الحي المتميز ده. كل ده طبعا هيرفع من قيمة المكان بصراحة. المكان بسم الله ما شاء الله كل يوم بيرفع، اسعاره بتزيد. حركة كبيرة جدا في الحي المتميز علشان الناس تبقى عارفة. الاراضي اللي كانت هنا كانت بتتباع ب 2 مليون، النهارده وصلت ثمنها ل 3 مليون و3 مليون و600 في بعض المناطق، علشان الناس تبقى عارفة. يعني في بعض الاراضي كانت لما كنت بتقول لحد ب 2 مليون جنيه كان بيستغرب ازاي في بدر ب 2 مليون جنيه. لا النهارده في بدر وصلت الاراضي ل 3 مليون و600. يعني بعض الاراضي وبعض القطع اعرفها بالتحديد وصلت سعرها ل 3 مليون و600. ده كده هايبر 1 المقرر ان هو هيتم تشغيل المرحله الاولى منه في شهر 4 القادم ان شاء الله. يعني في خلال شهرين هشغلوا المرحله الاولى منه. كده احنا ماشيين قصاد المنطقة الأولى عشان الناس تبقى عارفة. كده قطع 111 112 110 زي ما حضراتكم شايفين كده، واحنا نازلين باتجاه طريق السويس 99 كده واحنا نازلين. كده الهايبر قدام مننا، هننزل من العربية كده ونتمشى لحد ما نشوف الدنيا على الطبيعة كده تحت. ده كده قطعة 111، بعد منها قطعة 112 110، وبعد منها على طول 109 وهكذا وانت نازل في الترتيب لحد ما تنزل على طريق السويس. معلش الفيديو طويل شوية، بس احنا كده يعتبر جبنا الحي من الشرق من الغرب للشرق علشان اخواتنا اللي بيسألوا عن الاماكن وبعض الاماكن هنا. فاحنا جبنا الحي كله. دلوقتي احنا قدام الهايبر 1 وقدام المدينة الطبية، وقصاد مننا على طول طريق السويس، وقصاد مننا الناحية التانية العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الأبراج.
وطبعا النهارده الجو مغيم شويه، فالرؤيه تعتبر معدومه من الاتجاه الاخر. بس في الايام اللي يكون الجو صافي هنا احنا قريبين خالص من العاصمه الاداريه الجديده، بيفصل بيننا طريق السويس اللي هو عليه الابراج بتاعه الكهرباء دي. احنا دلوقتي موازيين لطريق السويس، هنتمشى كده وهنشوف الطريق دلوقتي. ده كده طريق الروبيكي، وهنا في كوبري بيقطع طريق السويس ويعدي الناحية التانية في العاصمة الإدارية الجديدة. ومستقبل سيتي برضه هنا في نفس المكان. يعني المكان بصراحة بيتوسط أكتر من مدينة. يعني في الاتجاه ده كده اتجاه الشرق في مدينة نور ومدينة حدائق العاصمة، وقدام مننا مستقبل سيتي والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن اتجاه الغرب مدينة الشروق ومدينتي. فمدينة بدر بصراحة أصبحت تعتبر في وسط المدن المهمة والمدن الكبيرة الموجودة شرق القاهرة، فهيكون لها مكان باذن الله تعالى الفتره اللي جايه. فيعني اي حد عايز يستثمر او حد عايز يشتري، فرصه ان انت تشتري اليومين دول. ده كده هايبر 1 وهيشتغل في شهر 4، وبعد منه المدينه الطبيه، وفي جامعه مخصصه المفروض الناحيه التانيه. دي كانت جوله سريعه كده، ارجو ان هي تكون تنال على